بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من اسكندرية. النهاردة الفيديو بتاعنا عن مجمع مطاعم وكافيهات جليم باي. مش هنقوله بقى اكبر والكلام ده كله، لان هو مش هو الوحيد اللي اكبر، يعني في مجمعات كتير مطاعم وكافيهات، وصورنا قبل كده مجمعات وكافيهات سيدي جابر، فاحنا مش هنقول اكبر عشان خاطر ما نطلعهوش هو اكبر، لكن هو مجموعة كافيهات ومطاعم كبيرة فعلا كتير. ان شاء الله النهارده تشوفوها ويعجبكم الفيديو. اللي طبعا احنا في الشتاء دلوقتي، الفيديو بتاريخ 6/2/2024 في التوقيت الشتوي، علشان خاطر حبايبنا ومتابعينا اللي هيشوفونا في الصيف يعرفوا الفيديو ده كان ايه. جليم باي في منطقة جليم على طريق البحر يا جماعة، جنب بعد سان ستيفانو، واحنا رايحين له من سيدي بشر. هنلاقوه بعد سان ستيفانو على طول، هو قريب من سان ستيفانو وقريب من لوران وقريب من محطة الرمل، يعني هو في المتوسط. وهنلاقوا جنبه بكوس، الناس اللي بتحب بكوس يعني، او الناس اللي يعني اللي ما تعرفش بكوس بقى. بكوس ده يا جماعة منطقة تجارية جامدة جدا، تدخلوها كده تتخضوا من كمية المحلات والبياعين اللي موجودين فيها، يعني غلبة المنشية. نرجعوا تاني للمضمون بتاع الفيديو اللي هو جليم باي. جليم باي زي ما قلت لكم مجموعة مطاعم وكافيهات على أعلى مستوى في نص البحر كده. كان زمان شاطئ جليم كان فيه لسان كده جوه، كان زمان من 20 سنة يعني. كان فيه لسان داخل في البحر كده. مع الوقت هم حبوا يستغلوا اللسان ده فعملوه مجموعة المطاعم اللي احنا هنشوفها دلوقتي. بس طبعًا جليم باي مش معمول من 20 سنة، لأ هو لسه حديث، هو مش قديم أوي، يعني ممكن من 5 سنين، من 6 سنين، ويا ريت اللي يعرف يعني اتعمل إمتى بالضبط يكتب لنا في التعليقات. بس هو مش من 20 سنة، يعني باقول لكم من 20 سنة كان معمول اللسان ده. بعد فترة كده هم إيه، حبوا يستغلوا اللسان، وإحنا وصلنا يا جماعة الحمد لله على السلامة جليم باي. هندخل دلوقتي. ده منظر المدخل بتاع مجموعة المطاعم والكافيهات من بره اللي هو جليم باي. بتدخلوا بقى بتلاقوا على ايديكم اليمين باركنج للسيارات، الناس اللي معاها العربية بتاعتها. في باركنج هنا للسيارات وبفلوس، مش بتركنوا ببلاش. المكان ده يا جماعة صيف وشتاء دايما زحمة، لدرجة المرة دي احنا يعني ما لقيناش مكان نقعد فيه، فانتوا ممكن تدخلوا ما تلاقوش مكان وتاخدوا المشروب بتاعكم وانتوا واقفين كده. فده لو حابين يعني، لان هو الصيف وشتاء دايما مزدحم جدا اللي هو جليم باي. المواعيد بتاعته من 9 صباحا ل 12 بالليل، وممكن طبعا يمتد معاهم الوقت ل 2 بالليل، وده بيكون في الصيف. ده المنظر من جوه بقى. طبعا على اليمين وعلى الشمال. على الشمال المطاعم، وكل مطعم بيبقى واخد له جزئية كده قدام منه على البحر. طبعا احسن قعده وافضل قعده طبعا اللي على البحر، يعني الناس دايما تحب تقعد في اول صف على البحر، ما بيحبوش يقعدوا بقى ايه في الجزئيه اللي على الشمال من المطعم، لا بيحبوا يقعدوا كده في الفيو المفتوح ده، ويحبوا كمان يقعدوا في الصف الاول اللي على البحر، يكونوا قاعدين كده والميه شايفينها تحت منهم. بس طبعا هو دايما الصف الاولاني اللي على البحر ده بيبقى دايما مزدحم، هو فاضي دلوقتي. انتوا لو تاخدوا بالكم هتلاقوا الدنيا اصلا بتشتي اثناء التصوير. ركزوا بس لما الكاميرا تتوجه ناحيه البحر هتلاقوا فيه الشتاء بينزل. وبالرغم من كده في ناس قاعدة على فكرة، بس هما طبعا حاطين فوق منهم شمسيات وكده. بس يعني هو ايه، جو ساقع جدا، وفي ناس بتفضل الجو ده. بس وفي ناس طبعا، واغلبيتهم بقى دلوقتي لان احنا في توقيت الشتاء، فاغلبيتهم قاعدين في الجزئيه في المطعم بس من جوه، لكن هو في الطبيعي بتاعه بيبقى هنا مزدحم جدا في الصيف. جليم باي يا جماعه بيوجد فيه 10 مطاعم و8 كافيهات. مطعم نص رغيف، ومطعم كورجو فادو، ومطعم اوزي برجر، ومطعم دبلة فيجا جليم باي، ومطعم تافرنا وتشيلز، ومطعم نظمي. تافرنا ده مطعم، وتشيلز ده مطعم، ومطعم ملقاية الهندي، ومطعم سقالة، ومطعم سيخ مشوي. الكافيهات بقى كارولوس كافيه، كافيه ليمون، كريسبي كريم، لبانيرو، لاتينو، باباروتي، طعيمة، بايلو كافيه. يا رب ما اكونش ناسية حاجة. بالنسبة للأسعار، الأسعار مش رخيصة،
الأسعار سياحية وعالية، يعني المشروب بيبدأ من 80 وطالع، ودي أسعار اليومين دول. في الصيف الله أعلم هيوصل لإيه، أنتم عارفين إن الأسعار بتزيد في كل ساعة، مش هاقول لكم كل يوم. مجمّع الكافيهات والمطاعم بتاع جليم باي هم دورين، إحنا بنصوّر من الدور اللي تحت، إن شاء الله على الصيف هنصور لكم جولة بالتفصيل عن اللي فوق وعن اللي تحت. هنا بقى كان منظر البحر والسما أزرق بقى، ما إحنا مش حاطين فلتر ولا أي حاجة، فقُلنا هناخد لكم الجولة دي معانا كده بالمرّة عشان خاطر ما نحرموش نظركم الجميل من المنظر الحلو ده. كده الجولة بتاعتنا قرّبت تخلص، يا رب جولتنا تكون عجبتكم، حطّوا لنا لايك على الفيديو لو الجولة عجبتكم، واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، اشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين، بُصّوا على القناة بتاعتي الصغيّرة يشرّفني انضمامكم ليها، هاسيب لكم اللينك بتاعها في أول تعليق مثبت، انتظروني بفيديو جديد، أشوف وشكم على خير، مع ألف سلامة.